اهلا بيكم في مراجعة جديدة. تعرف انك ممكن تحول بيتك بالكامل لبيت ذكي وشغال بالذكاء الاصطناعي وببلاش من غير ما تدفع جنيه واحد في اجهزة غالية؟ كل ده تقدر تعمله من خلال تطبيق سمارت لايف، اللي هتقدر كمان من خلاله تعمل ربط وادراك للمكان جغرافيا، وتفعل ميزة عدم الازعاج وتنبيهات الامان المخصصة من جوه اعدادات التطبيق. يعني هتغير تجربتك لبيتك تماما. التطبيق ده بيدي قوة تحكم رهيبة في كل الأجهزة الذكية، من لمبات لتكييفات كاميرات شاشات، بدون بقى ما تشتري أجهزة من ماركة واحدة مكلفة. لو محتاج تفعل الثلاث ميزات المستخبية جوه إعدادات التطبيق ده وتفعلهم من أول دقيقة، وتعرف كل التفاصيل عن التطبيق ده وكمان مميزاته القوية جدا وعيوبه والتجارب الواقعية من مستخدمين التطبيق، كمل الفيديو للآخر. اشترك في القناة لو لسه مش اشتركتش، وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك كل المراجعات الجديدة أول بأول. وتعالى في أول دقيقة في المراجعة أعرفك إزاي تفعل الثلاث ميزات المستخبية جوه التطبيق. هتفتح إعدادات التطبيق ومنها هتختار إدارة المنزل وتفعل الجيو فينيسينج، ودي هتبقى معاك أول ميزة عشان أول ما تقرب من البيت بالجي بي اس التكييف والنور يشتغلوا لوحدهم. الميزة التانية بقى هتدخل على الإشعارات وتفعل اوفلاين نوتيفيكيشن عشان يجيلك إنذار فورا لو الإنترنت فصل عن أي جهاز أو كاميرا في البيت. الميزة التالتة بقى هتدخل على الأتمتة والسيناريوهات وتعمل ديفايس بيندنج، يعني زرار واحد أو مستشعر حركة يشغل مجموعة أجهزة مع بعض فورا. كمل بقى الفيديو للآخر عشان أعرفك كل التفاصيل عن التطبيق ده. تعالوا بقى نفهم في الأول التطبيق ده بيعمل إيه بالظبط. ببساطة شديدة كده، تطبيق سمارت لايف ده بمثابة العقل المدبر لبيتك، ووظيفته الأساسية إنه يخليك تتحكم في كل حاجة في البيت من موبايلك. سواء كنت قاعد في الصالة، مسافر برا مصر خالص، هتقدر تتحكم في بيتك. تعالوا بقى احكي لكم لما جربت التطبيق ده انا وزمايلي كالعادة عشان ننقل لكم تجربتنا الواقعية، وقابلتنا 4 مواقف واقعية جدا ممكن تواجه اي حد يستخدم التطبيق. الموقف الاول، لما واحد زميلنا نسي التكييف شغال وهو نازل رايح الشغل في عز الحر. بدل ما يرجع المشوار كله فتح التطبيق وهو في الميكروباص وقفل التكييف بضغطة واحدة، وطبعا ده وفر معاه كتير في فاتورة الكهرباء. الموقف التاني بقى، كنا قاعدين بنتفرج على ماتش كورة ومكسلين نقوم نغير إضاءة الأوضة، وعشان كنا مظبطين في التكييف سيناريو اسمه وقت الماتش، أول ما ندوس على الإضاءة بتقلب ألوان حماسية. فعلا عملنا كده وقلبت الإضاءة ألوان حماسية والتلفزيون اشتغل تلقائيا. الموقف الثالث بقى، وده من المواقف المهمة جدا اللي بتوفر الأمان لكل البيوت. كنت مسافرة في الويك اند وركبت حساس حركة على الباب وربطته بالتطبيق، وأول ما البواب فتح الباب عشان يسقي الزرع جالي إشعار فورا على الموبايل وصورة من الكاميرا في نفس اللحظة. طبعا اطمنت جدا على البيت. الموقف الرابع بقى، لما واحد من زمايلنا كان جايب أجهزة ذكية من 3 شركات مختلفة وما كانوش راضيين يربطوا مع بعض في برنامج واحد. أول ما نزل سمارت لايف التطبيق قراهم كلهم في مكان واحد وربطهم كلهم ببعض بدون أي تعقيد. تعالوا بقى أقول لكم على أهم 5 مميزات جوه التطبيق ده ممكن تستمتعوا جدا بيها لما تشغلوا التطبيق. أولا، التطبيق بيشغل آلاف الأجهزة من أجهزة منزلية وإضاءة وكاميرات حتى لو من شركات مختلفة. تاني ميزة بقى إنك تقدر تخلي البيت كله يشتغل وظائف تلقائية حسب الوقت والطقس وموقعك الجغرافي. تالت ميزة إنه بتبعت دعوة لأي حد من أهلك في البيت يتحكم معاك في الأجهزة وبصلاحيات معينة. رابع ميزة إنه متوافق تماما مع جوجل أسيستنت وكمان مع أمازون أليكسا، يعني تتكلم والأجهزة تنفذ. كمان الميزة الخامسة، بيجيب لك تقارير بالأرقام والأشكال البيانية لأي جهاز بياكل كهرباء وبياكلها قد إيه، يعني هينفع يكتشف لك البيت كله.
لكن عشان نكون صادقين معاكم، من واقع تجربتي للتطبيق ومن واقع مستخدمين التطبيق وتجاربهم هم كمان على متجر التطبيقات جوجل بلاي، التطبيق ليه 3 عيوب وضحت جدا مع التجارب. أول عيب إن بعض الأجهزة بتقابل صعوبة في الاقتران على شبكات الواي فاي، ولازم تشغل شبكة ال 2.1 جيجا هرتز. العيب التاني كمان إن الإشعارات أحيانا بتتأخر ثواني لو شبكة النت عندك ضعيفة. العيب التالت بقى الواجهة فيها تفاصيل كتير جدا ممكن تلخبط المستخدم الجديد في أول كام يوم استخدام للتطبيق. بالنسبة للأسعار والاشتراكات، التطبيق مجاني تماما 100% في كل وظائفه الأساسية، مفيش أي مصاريف إجبارية، لكن في اشتراك اختياري للتخزين السحابي للتسجيلات. للكاميرا بقى بيبدأ حوالي من $2 ل$5 شهريا، يعني لو مش عايز تسجل سحابي مش هتدفع ولا مليم. هل في نصب أو طرق ملتوية في التطبيق؟ الحقيقة من واقع التقييمات وتجربتي للتطبيق، التطبيق آمن تماما، مش بيسحب فلوس ولا بياخد اشتراكات إجبارية من غير ميزات حقيقية. لكن ممكن النصب يحصل لما بعض التطبيقات المزيفة الشبيهة بنفس الاسم بتطلب اشتراك أسبوعي إجباري عشان تفتح الأجهزة، فتأكد إنك بتحمل التطبيق الأصلي التابع للشركة. اسم الشركة التابع ليها التطبيق ده هي فولكانو أو تويا. أما عن التطبيقات البديلة، لو بتسألني عن تطبيقات بديلة، ففي عندك تويا سمارت تخطى 50 مليون تحميل، في عندك جوجل هوم تخطى 500 مليون تحميل. تقييم النهائي هيكون للتطبيق ده هو 8.5/10. التطبيق قوي جدا، يستاهل يكون في موبايل أي حد حابب يحول بيته لبيت ذكي بأقل تكلفة وكمان بمنتهى السهولة. ما تنساش اللايك والشير عشان الكل يستفيد، واستناني في فيديو جديد.